بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وزوجه وسلم. اليوم درس مهم جدا، وأنا لا أعتقد أنه سيفوت أي مؤمن. الآن عندي بعض الأشياء وبعض الوسائل. أريد الآن أتكلم في موضوع مهم جدا، وهو إذا وجدت في بيتك سحر، كتاب ولا حجاب ولا عقد. والفرق بين السحر المشموم والسحر المكتوب. السحر المكتوب، وش هو السحر المكتوب؟ لما تخرج تلقى في دارك كتاب مثل هذا، تلقى مثلا كتاب حجاب مدايرينه بهذه الطريقة، سواء المربعة أو التي تكون عن طريقة الهلال، أو تجد مثل هذا عبارة عن أنبوب، بمعنى بطريقة الأنبوب. إذن كيف الآن نتخلص؟ هذا ما اسمه نوعه؟ إذن هذا نوعه السحر المكتوب. هذا حجاب، كتاب يروح المشعوذ يكتب فيه ويكتب فيه. هذا الكتاب هو أصلا كتاب ماسي بهذه الطريقة كما ترونها. إما أن تكون أحرف متقطعة، أو تكون كلمات غير معروفة، أو تكون عبارة عن دوائر قمرية زمنية. سواء يكون الكتاب هذا عن طريق جدول وفيه السبت الأحد الاثنين، وتلقى فيه مثلا بس كوثة، هم أم تجد فيه مثلا بجس، أي كلمات لأسماء جن مثلا التي تعودنا عليها نحن الرقاة نسمعها كثيرا: أحمر، أصفر، طيار، مجوس، كافر، إلى غير ذلك. هو الكتاب هذا الكتاب هو أصله هذا، لكن المشعوذ يطبقه، يعني يأخذ بهذا الشكل أكرمكم الله، ثم يقوم بتطبيقه، يعني تطبيقه. وأحيانا يديروا كتاب مع سحر العقد. أي نشرح بأسلوب بسيط اليوم باش تفهموني. قادر يدير لك كتاب مع سحر العقد. وش معناته؟ يجيب خيط كما هذا ويعقدوه بهذه العقد. هذه العقد اللي تشوفوا فيها أي عقد صغيرة، هذه العقد يعقدوه بعقد وينفث عليها المشعوذ، يقرأ عليها التماتم والعزائم مع علامة من علاماتك، ثم يوضع الكتاب ثم يربطوه كما ترون الآن. إذن هذه طريقة كلاب الأرض. أنا أسميهم، عفوا واسمحوا لي في هذه الكلمة، كلاب الأرض. حاشا الكلاب، لأن الكلاب على الأقل تسبح الله. طيب هذا نوع من الكتاب. طيب أنت سيدي خرجت الصباح ولقيت كتاب في دارك، تروح ديرك تحرقه، يا خرابي عليك، تروح ديرك تحرق الكتاب مباشرة. هذا لا ينبغي أن تأخذ الكتاب وتحرقه مباشرة. انتظر أرد على الاتصال. طيب بس تخلوناش ندرسوا الناس. طيب قلت عفوا على الانقطاع. قلت أنه الكتاب هذا، وش هو الكتاب هذا؟ أنت لما تلقى كتاب، أول حاجة قبل ما تفتحه خذ الكتاب، اسمع: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من شر عقدهم وربطهم ونفثهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. تكمل سورة الفاتحة، ثم تقرأ: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد. ثم تستعيذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تفتح الكتاب. طيب قبل ما تحرقه نأتي بماء. هاكم تشوفوا ماء. هذا مش ما تدخل ايدك وخرج كتاب ولعب البلوط، لعب الزعفران، لعب الشعوذة لا، هذا ماء مرقي. ماذا نقرأ عليه؟ مثلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انظر حتى باش ما تقول الشيخ راه مش يعلم فينا. اسمع مليح، اسمع يا جزائري مليح. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. انظر ماذا ننفذ. مش تتفل هواء فقط، هواء، بركة ما قرأ منه من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. ثم تنفذ وراء هذه الكلمة ومن شر النفاثات في العقد إلى غير السورة. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ثم نأخذ هذا الكتاب الذي فتحناه ونقطعه. اسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من شر كل سحر مكتوب ومنفوث لي ومعقود ومن شر ما سحر لي وعقد لي ونفث لي. أعوذ بعزة الله وقدرته من خط كل مشعوذ ضال فاجر ومجمع أمر كل ساحر ضال كافر. الله ينور عليك يا شيخ رياض، بينا الأسلوب. طيب نجيبوا هذا من عقد، هذا من عقد. وش نديروا؟ مش تروح تحرقها مباشرة، لا، ناخذ العقدة هذه الأولى كي تلقى العقد نتبعها عقدة عقدة. اسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد. ثم نأتي بسكين أو مقص ونفتح العقدة، نقطع العقدة الأولى ونروح للثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة أو العدد لقيته. ثم نأخذ هذه العقد كل ونديرها. ثاني أيضا ألقيها في الماء. ماء مرقي. نأخذ هذه الطلامس أيضا. بسم الله. إذن نحرقها في الماء. نأخذ هذه. طيب الطلامس اللي هي على شكل هذا على شكل الأنبوب، أحيانا يستعملها المشعوذ في سحر عقم المرأة. اسمع، اللي هي على شكل أنبوب. شوف على شكل أنبوب دائري. هذا يديروه للمرأة باش تسقط الجنين، يعني باش تطيح الحمل، فيديروه على شكل أنبوب. سبحان الله، مهبلي بالعالي. ويكتبوا في الداخل نقسم على الجن أن يسقط الغلام. يكتبوها نقسم على الجن أن يسقط الغلام. تأخذ هذه أيضا تبدأ عليها وتفتح وتقرأ عليها. ونقر في الأرحام ما نشاء. آية الأرحام مثلا تقرأ عليها آية الخلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. ثم تأخذ هذه. واضح؟ الآن ما هي مرحلة الحراق؟ بعد ما نوضع هذا السم القاتل، هذا الكفر النجس، أعوذ بالله من الشرك بالله والعياذ بالله وسحر المسلمين وإيذاء المؤمنين، يا كفرة يا سحرة. نأخذ هذا الماء، هذه الخلطة تاعنا. الآن نجبدوا الأوراق تاعنا. نجبدوا الأوراق تاعنا التي وضعناها في الماء المرقي. والماء المرقي مش لازم تقرأ عليه سورة البقرة، ولو آية من القرآن الكريم، ولو سورة الفاتحة. القرآن كله نافع يا إخوان. تقرأ ليلة في قريش والعصر، لكن لو تقرأ آيات العين أحسن وآيات السحر أحسن، يعني بخبرة الرقاة. طيب يا شيخي، وضح لنا ربي، وضح لك ايامك. هاني نوضح لك يا ولدي، اسمعني مليح باش ما تقولش الشيخ راه ما فهمناش في يوم من الايام حتى تكذب عليا وانا حي وانا ميت. هاني نفهم فيك، وما نجم دايرين موقع الفيسبوك باش نلعبوا، رانا باش نعلموا العلم النافع ان شاء الله باذن الله. هاي تفضل. هذه ناخذوها بعد ما نشفت، نحطوها قليلا في الشمس، يعني في الشمس، في غرفه فيها شمس او سطح او لا تراس سيدي كما تقولوا انتم بلي لونغ، مانيش عبالي بالانجليزيه واش يقولوا لها. ناخذ هذا القاتل، هو يبس قد هو يبس، انت تاخذ النار وتشعله وتحرقه. اذا الناس اللي راهم يلقاو السحر في المقابر وديريكت يروح يحرقوه، يا راكم غالطين. لا، كاين خطوات في فك السحر، مش غير قال الشيخ يقولنا لو كان عنده طرق السحر او تنوع يا ولاد. تلقى السحر ديه الراقي، قال لي شيخ هاو السحر انت تعامل معاه، انت تعرف يا شيخ فتتعاملوا معاه. هاني علمتك كي تلقى السحر ما تزلش تحرقه. دير الخطوات هذه باش نتاكدوا انه السحر المشموم راح والمبخر راح، ونغمسوه في الماء حتى لا يكون من سحر الغواص والعياذ بالله بما مكلف بالجن في الابحار والاوديه. ثم نحرقه، وبذلك ان شاء الله يعني نكون قد عالجنا السحر المرشوش او السحر العقد والسحر المشموم. ثم يسكب هذا الماء في الشارع او في الشجره او شيء من ذلك. اسال الله ان ينفعني واستغفر الله، هذا من قله علمي، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.